تعالوا اقول لكم على ماسك رهيب، نضاره، تفتيح، وملء الخطوط للوش. اول حاجه معلقتين من بذر الكتان، معلقتين من لبان الدكر، واضيف عليهم ميه واسيبهم يغلوا مع بعض. اول ما يبدا يغلي بالطريقه دي نتابعه تماما عشان خاطر ممكن يفور وينزل على الارض، واروح شايلاه على طول. بعد كده بسيبه على جنب يبرد تماما، لكن عايزاه يكون دافي شويه، مش عايزاه يكون سخن خالص. بصوا الخليط بقى شكله عامل ازاي. انا بالعمليه اللي انا عملتها ان انا غليتهم مع بعض، خليت كل العناصر اللي في اللبان تطلع معايا، وكمان طبعا بذر الكتان. على فكره ده بيحل محل البوتوكس والكولاجين. بعد كده بصفيه بمصفى ضيقه بالشكل ده، بتكون خدت كل الشوائب في سكتها. بصوا لما صفيته تاني بصوا طلع منه ايه، فلازم يتصفى كويس جدا، ودي خطوه مهمه. بعد كده بضيف عليه نفس المعلقتين من الخميره، كده نفس المقدار بالظبط. قلبهم كويس جدا، هتلاقيه هيكلكع معاكي شويه. استمري في التقليب ما تخافيش لحد ما يدوب خالص. بعد كده بطرف المعلقه كده بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم بيغنيكم جدا عن النشا وبيأسرع كتير، ومش قادره اقول لكم بيعمل ايه في البشره وبيفتحها ازاي. بجد بيخلي الماسك هايل. ونقلب طبعا كويس كويس. وبعد كده عايزه نقطتين بالظبط من الليمون. الليمون هنا بيعمل ايه، بيخلي الماسك بتاعي اقدر احتفظ بيه في التلاجة من 2 ل3 ايام. بعد كده نص معلقه من زيت اللوز الحلو. مش قادره اقول لكم ترطيب 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 اللي من هنا لبكره. اللي يعني مش مستخدم زيت اللوز الحلو ده حاجه كده بجد، يعني كلنا غفلانين عنه بجد. وبعد كده اخر حاجه وهي نص معلقه من معجون السنان. ونقلب بقى الماسك بتاعنا ده كويس قوي قوي قوي. بضيفه على البشره لمده قد ايه، من 20 ل 30 دقيقه تقدري ان انت تضيفيه على البشره. اول ما هتحطيه كده هتلاقي البشره بدات تشد، سيبيها تشد شويه، وبعد كده بقى تغسليه. ومش قادره اقولك على النضاره مره واتنين، وهتلاقي النتيجه هايله. وكده الماسك بقى جاهز، نضاره، ترطيب، هيشد البشره بتاعتك، وهتشوفي ازاي مفعوله، وهتكتبي لي في الكومنتس وتقولي لي ايه رايك في الماسك ده. بجد بعمله على طول، وده من الماسكات الهايله والمحببه جدا لقلبي. جربوه وان شاء الله تدعوا لي.